السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ومن مطبخ مليكة بحييكم. والنهاردة بقى معانا فيديو اكسكلوزيف كده وحصر المطبخ مليكة، ويا رب يعجبكم. وطبعا الناس بتخزن الغلة، احنا هنفرزها النهاردة وهنعملها للاستخدام المنزلي او لحاجة بيتك، يعني هنعينها تحت ايدينا. نعملها على طول اي حاجة حلوة، تعمليها بليلة، تعمليها عاشورة، تعمليها بليلة بالكنافة. تعمليها زي ما انت عايزة في حشوات. هنعملها مع بعض النهارده زي ما انتم شايفين كده. انا كان جاي لي حبه غله كده. قبل ما نبدا برضو نصلي على النبي، كل من له نبي صلى عليه وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان جاي لي حبه غله، قمت منقياهم زي ما انتم شفتوا كده، ونطلع اللي فيهم. بيبقى فيها برضو فيها قشره، فيها طين، فيها كده. وبعد ما نقيت الكميه اللي عندي، يعني بيبقى في وقتها كده الناس بتهدي بعضها بحبات كده، او تشتري حبه وتفرزيهم زي ما هنعمل. نقيتها الاول، وبعدين غسلتها زي ما انتم شايفين كويس، ودعكتها عشان لو فيها برضو طين ولا كده. وزي ما انتم شايفين ميتها نضيفه وفله ازاي، ما فيهاش اي حاجه. ممكن تسيبها تتنقع شويه لو عندك وقت، ما عندكيش وقت هنرفع على البوتاجاز على طول. طبعا انا سبتها شويه وبعدين قدت البوتاجاز وحطيتها. وهنغليها بقى. بعد ما نغليها يعني هنسلقها. ممكن تاخديها نص سلقه، ممكن تسلقيها كامله. انا سلقتها بصراحه، يعني انا كده على العمايل انا سلقتها. وبعد كده هصفي ميتها زي ما انتم شايفين كده، وبجيب من تحت لفوق، لان تحت بيبقى مستوي عن فوق. لازم تقلبيها وتجيبي من تحت لفوق كده، عشان الكميه كلها تبقى مستويه زي بعضها، ما تبقاش تحت مهريه وفوق لسه نيه او ناشفه شويه. كده بوريكم بعد ما قلبتها كذا مره ان الحبايه طريه بتكسر معايا. تمام كده شربت الميه. كده بقى صفيت ميتها وقمت حطيتها في المصافي كده انها تبرد. وبعد ما تبرد هوريكم الخطوه اللي بعدها. ما تنسوش اللايك، واللي بيشوفنا لاول مره ما ينساش يعمل سبسكرايب لمطبخ مليكه ويشترك في القناه ويشجعها. زي ما انتم شايفين كده كانت بردت، طالما حطيت ايدي فيها طبعا طيقاها كده برضه خالص. لازم اي حاجه بنفرزها لازم تبرد تماما. وبعدين حطيتها في اكياس التلاجة زي ما انتم شايفين كده، حسب الكميه اللي بعملها. طبعا الكميه اللي انا عاملاها دي على قد كميه كيلو لبن. زي ما انتم شايفين كده، شايفين لا فيها بخار ولا صهدت على الكيس ولا حاجه، عشان ما تضرناش. لان اي حاجه سخنه ما ينفعش تحط في حاجه بلاستيك كده تضر. طبعا انا كنت بردتها خالص زي ما انتم شايفين. وبعدين حطيتها في الاكياس وربطتها. زي ما انتم شايفين الكميه برضو حسب احتياجك، يعني انا بعمل على قد كيلو لبن زي ما انتم شايفين. وعملت الكمية على عدد الأكياس، طبعا بوريكم بحط الكمية في الكيس، وبعدين بفضي الهوا خالص، ما يبقاش فيه هوا. وبعدين بربط. كده كانت الكمية اللي أنا عملتها معاكم وسلقتها. دي عدد الأكياس حسب ما وزعتها. كده الكمية دي كده كده تخزنيها على طول، تحطيها في الفريزر بقى. دي كيس بوريهولكوا ده من السنة اللي فاتت، والله جامد ازاي. كده هوريكوا هعمله ازاي. ده طري ازاي، ده لسه متفرز دلوقتي. طبعا اللي فرزته دلوقتي حطيته في الفريزر. واللي من السنة اللي فاتت زي ما انتم شايفين جامد جدا اهوت. هوريكم بعمله ازاي. كده بغلي كيلو اللبن زي ما انا قلت لكم، الكميه بعملها على كيلو لبن. كيلو اللبن اهوت وحطيته كده خلاص. احنا حطينا الغله. انت ممكن تعملي بليله، هوريكم دلوقتي. طبعا حطينا الغله في اللبن، وهحط السكر اهوت. انا على كيلو اللبن برضو بحط مج سكر، ما بزودش عن كده. وهنحط الفانيليا. كده بقت بليله. هتحطها في الكاسات بقى وتحطي الفانيليا اهيت. يبقى احنا حطينا اللبن، حطيت الغله اللي انا مفرزاها وريتكم. اول ما بتنزل في اللبن المغلي بتفك في ثانيه اهيت. بديها غلوه بقى وخلاص، على كده تبقى جاهزه للاكل. وحطيت السكر وحطيت الفانيليا، كده بقت بليله. وتحطيها مثلا في الكاسات، وتحطي كريم شانتيه والمكسرات. طيب انا حطيت دلوقتي معلقتين كريم شانتيه وقلبته برضو، وهحط نشا. يبقى هعمل عشان احنا في الصيف. البليله طبعا عايزه الشتاء وبقى، وكنا بتبقى سخنه، احنا مش عايزين حاجه سخنه. انا هعملها حاجه ساقعه، فهعملها عاشوره كده اطباق، واحطها في التلاجة تسقع وناكلها ساقعه. كده انا حطيت بعد ما حطيت الفانيليا. او حطيت الاول لبن غلي، حطيت الغله، حطيت السكر، حطيت الفانيليا. حطيت معلقتين كريم شانتيه، وهعمل النشا. على الكيلو لبن برضو 5 6 معالق نشا كده، وتقلبيهم في كوبايه ميه او في حبه ميه حسب ما انت عايزه. لو عايزه تكتري كميه المهلبيه. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت النشا وقلبتها. طبعا بتقلبي عشان ما تكلكعش معاكي. وكل ما بتغلي بتتقل معاكي زي ما انتوا شايفه كده. طبعا اللبن غير ما بتحطي نشا بيتقل معاكي كده، ويبقى كريمي او مهلبيه كده. كده ديت العاشور. هنغرفها في اطباق بقى زي ما هتشوفوا دلوقتي، وهتديكي كميه حلوه من كيلو لبن.
وتحطيها في التلاجة تسقع، يجيلك ضيف تبقى عندك حاجة تحت ايدك في ثانية بتعمليها. يبقى الغلة في ثانية فرزناها وبقت تحت ايدينا، تطلعي الكيس كده على كيلو لبن، عملنا حاجة حلوة على طول. سواء في الصيف هتنفعك عاشورة، سواء في الشتاء هتنفعك بليلة. بليلة بقى، بس بليلة بالكنافة، حشوات في الكنافة زي ما انتوا شايفين كده، جميلة جميلة وطعمها تحفة. وكده هحط لها مكسرات وناكلها ساقعة. عايزاها في الصيف بليلة براحتك. وكده بقى ما تنسوش اللايك، ويا رب يكون الفيديو عجبكم والفكرة عجبتكم، ويا رب تجربوها وتنفعكم في بيتكم. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.